بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم مطبخ الإسراء. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة المكرملة. طبعا احنا عملنا البسبوسة بكذا طريقة على القناة، فاحنا النهاردة نعملها مكرملة بقى. هنقول المقادير بتاعتنا مع بعض يا حبايبي. عندي علبتين زبادي، وعندي كوبايتين دقيق سوملينا او دقيق بسبوسه اللي هو الفرد، بس يستحسن ان هو يكون وسط. وعندي نص كوبايه جوز هند، وعندي كوبايه سمنه، وعندي كوبايه سكر، ونص كوبايه ميه، وباكو كيك شيف. تمام كده. بصوا يا حبايبي هنعمل ايه بقى. هنروح على البوتاجاز عشان نكرمل. فنعمل ايه ان شاء الله. هنعمل ايه يا حبايبي؟ دلوقتي عندي حله على النار، هنزل بكوبايه السكر، احط لها ربع كوبايه ميه علشان خاطر تعمل كراميل معايا. تمام كده. مش هنقلبها بقى، هنسيبها لحد ما تبين الحروف بتاعتها تحمر كده، وبعد كده هنبقى نقلبها عشان عاوزين لون الكراميل اللي احنا عاوزينه بني، عاوزينه فاتح، عاوزينه غامق، دي تبع ايه حريتك انت. فاحنا هنسيبه يتكرمل بقى ونرجع لبعض تاني. هي بتغلي معايا اهي، مش هلطها خالص ولا اجي جنبها ولا اقلبها ولا احركها من مكانها لحد ما تاخد لون ذهبي، علشان خاطر انا لو قلبتها السكر بتاعها هيكرمل معايا. بصوا يا حبايبي الحرف كده بتاع الكراميل بتاعي ابتدى يحمر معاكم ازاي. بصوا هنقلب بقى كده بالراحه. طبعا انا عندي السمنه بتاعتي يا حبايبي، عاوزه احط سمنه بلدي ماشي، عاوزه احط سمنه وزبده ماشي، مفيش اي مشاكل. تمام كده. اللي عندك حطيه، ما تقفيش على حاجه. وبرده الزبادي، عاوزه تحطي كوبايه زبادي وكوبايه قشطه ماشي، عايزه تحطي كوبايه زبادي وكوبايه لبن ماشي. احنا دلوقتي بنعملها باللي موجود عندي. تمام كده. في اختيار. بس يا حبايبي وصلنا للون اللي احنا عايزينه. انا محتاجاه فاتحه كده. هنزل بالسمنه بتاعتي، طبعا كوبايه سمنه. انا بنزل بالراحه علشان طبعا السكر ما يطرطش. طبعا كوبايه السمنه دي انا قايله كوبايه مش مج ماشي. او حابه تحطي بالمعلقه يبقى معلقتين كبار سمنه، معلقتين كبار زبده. تمام كده. بصوا هنعلي البوتاجاز سنه، هنقلبها لحد ما يندمجوا مع بعض كده كويس. وبعد كده هننزل بعلب الزبادي، علبتين الزبادي او علبه زبادي وعلبه ونعاير بنفس العلبه لبن. تمام كده. دي العلبه الثانيه، هنا اول علبه. بصوا طبعا لازم باخد بالي كويس لان ايه الكراميل بتاعي ممكن يطرطش، وطبعا حرقته بتبقى شديده شويه. بصوا يا رب طريقتي تعجبكم. ما تنسونوش في اللايك والشير. الكلمه الحلوه اللي انا بستناها منكم يا احلى اخوات واعز حبايب. احنا حطينا طبعا في الاول ربع كوبايه ميه على السكر. تمام. هنحط ربع تاني، احنا قايلين نص كوبايه ميه. تمام. يعني هنكمل بقيه الكوبايه الا ربع اللي عندنا هنحطها. تمام كده. بصوا يا حبايبي عشان يطلع معايا احلى بسبوسه مكرمله كده. بصوا بالراحه خالص عشان خاطر الكراميل بتاعي ما يطرطش. عندي هتغلي غلوتين اتنين. طبعا بالراحه خالص كده ههدي عليها البوتاجاز تغلي غلوتين، وهنطفي عليها عشان خاطر نحط دقيق البسبوسه. هنروح بقى عند دقيق البسبوسه نشوف احنا عملنا ايه. هنا بقى يا حبايبي حطينا على دقيق السوملينا او دقيق البسبوسه حطينا جوز الهند وحطينا كيك شيف. تمام كده. طفينا طبعا النار على الكراميل بتاعنا علشان يهدى شويه. انا عاوزاه يبقى دافي بس ما يبقاش سخن قوي عشان ما يبوظش معايا الدقيق. بصوا اهو هنقلبهم بقى مع بعض على ما الكراميل بتاعنا يهدى كده، عشان خاطر هو طبعا بيبقى سخن جدا. طبعا عندي صينيه مدهونه عشان انزل فيها بالبسبوسه على طول. بصوا يا حبايبي هننزل بالكراميل بتاعنا على البسبوسه وهنقلب بالراحه خالص علشان خاطر ما تطلعش الجلوتين اللي فيها. تمام كده. وتطلع معايا يعني احنا مش بنعجن، دي بسبوسه ما فيهاش اي عجن. هي كل الفكره فيها ان احنا بنقلب بس المكونات مع بعض. حبايبي بنقلب بالراحه خالص ازاي. طبعا البسبوسه بتاعتي لازم تبقى سايبه مش ماسكه. تمام كده. وبنقلب بالراحه خالص علشان خاطر ايه مش نعجن، احنا مش عايزين نعجن. تمام كده. احلى بسبوسه مكرمله مع بعض.
طريقه سهله جدا وبسيطه، يا رب تعجبكم وتجربوها. احلى اخوات، احلى اصحاب، اتمنى منكم دعوه حلوه كده. وهنعمل بسبوسه نشوفها مع بعض. كده خلاص خلصت البسبوسه، هنزل بقى بالصينيه المدهونه بتاعتي. تمام كده، هننزل بقى بالبسبوسه كده. بصوا هي سايبه يعني سايله معايا ازاي. ننزل بيها كده، ما شاء الله جميله. بصوا يا حبايبي، يا دوبك بهزها بس كده ماشي. هي بتتفرد في الصينيه بتاعتي اهي. احلى بسبوسه مكرمله. سوداني. بصوا يا حبايبي، احنا عملنا البسبوسه هنحط عليها سوداني. طبعا احنا بنخبط خطتين كده في الصينيه عشان لو في اي هوا، وعشان البسبوسه كلها تبقى مستوى واحد. بصوا هندخلها بقى الفرن، هنحط سوداني عليها او اي مكسرات عندك انت حابه تحطيها، وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي معايا، وهنشوفها ان شاء الله مع بعض، وهنشوف هنعمل السيرب بتاعها ازاي. انا طبعا كده بالرص السوداني يا حبايبي، واحطها طبعا ان شاء الله في التلاجة قيمه نص ساعه او ساعه الا ربع كده، عشان حبات السومولينا تفتح معايا كده وتشرب من السوائل بتاعتي. بصوا هو لونها خطير من قبل ما تخش الفرن. هندخلها الفرن بقى، نشوف هنعمل الشربات بتاعنا ازاي مع بعض، ونرجع لبعض تاني. سلطه. بصوا يا حبايبي، هنحط بقى الشربات. كوبايتين سكر، نفس الكوبايه اللي هعاير بيها السكر هي نفس الكوبايه اللي هعاير بيها الميه. تمام كده، حطيت كوبايه ودي الكوبايه التانيه. هحط بقى كوبايتين ميه او كوبايتين ونص ميه. كوبايه السكر ليها كوبايتين ونص ميه. تمام كده، احطهم على البوتاجاز بقى يغلوا، وبعد كده احط عصره ليمونه او احط اي طعم انا بحبه، حبه قرنفل، حبه قرفه، عود قرفه. طبعا بعد ما بطفي عليه بحط معلقه زبده وبحط سنه فانيليا. تمام كده، هنقيد عليها البوتاجاز ونشوف بقى البسبوسه والشربات بتاعها. طبعا شربات البسبوسه لازم يكون خفيف. بصوا يا حبايبي، البسبوسه بتاعتنا بعد ما طلعت هسيب الشربات، لازم يكون شربات سخن، والبسبوسه بتاعتي تكون خارجه من فرن البوتاجاز. بصوا ما شاء الله بتشرب الشربات على طول ازاي. بصوا جميله جدا جدا ما شاء الله، ريحتها حلوه ولونها جميل، طعمها اجمل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. متنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي بستناها منكم يا احلى اخوات. بصوا طبعا هشربها السيرب بتاعتها كويس. بصوا كل ما بتشرب بعرف ان البسبوسه بتاعتي ناجحه. تمام كده، بصوا ما شاء الله جميله. سيبها تبرد بقى ونقطعها مع بعض ونشوف هيبقى شكلها ازاي. البسبوسه بتاعتنا بعد ما خرجت وسيبناها بردت بقى وشربت الشربات، هنقطع منها قطعه كده مع بعض. بصوا ما شاء الله متماسكه وجميله. حابه اوريها لكم بس احنا بنطلعها. طبعا مكرمله مرمله معايا. بصوا الترميله بتاعتها، اوريها لكم في الطبق بقى. بصوا يا حبايبي، بصوا البسبوسه احلى بسبوسه. بصوا لونها، بصوا بسبوسه مكرمله جميله جدا جدا جدا. بصوا يا رب طريقتي تعجبكم وتجربوها. ما تنسونيش في اللايك والشير، الكلمه الحلوه اللي بستناها منكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. بصوا جمال البسبوسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس